في جهة اليمين الآن خطرة العرضية خطرة الله. شوف السلاوي حاول السلاوي لكن عمل في الزاوية. السلاوي حتما من سهل في اللعبة هذه، من سهل اكيد مو سهل. لاعب عنده 12 هدف لحد الآن، والهدف هذا هو ال 13 شوف في نفس الزاوية، وخطأ كبير من حارس المرمى ايضا عماد الدوسري، لان الحارس الاساسي ايضا يغيب عن تشكيلة التعب. يمرر كرة حلوة، هي فرصة جول الله يسجل. هدف حاج بوغاش، لكن مالك معاذ اللي هي مالك معاذ الى الحاج بوغاش في مرمى عماد الدوسري. هدف ثاني شوف هي موفية، وبالتالي عامل الخبرة في مالك معاذ، ولكن من حرك من عمل من السلاوي، محاولة السلاوي العرضية للسلاوي، كرة جول النصراوي، لكن السلاوي شلون يمرر كرات بهذه الطريقة؟ ما يسهل من السلاوي ولا يسهل من الحاج بوغاش الذي تابع الكرة على طول في الجول. هدف ثالث في المباراة على طول، ارتداد سريع وبالتالي انقضاض ولعبة على طول. الان خطرة تسديدة على الجول، هو الجول. رئيس نادي النصر يتابع ويهازم النصر بعد الخسارة الأخيرة من الهلال. من الغريب التقليدي هنا في استاد الأمير فيصل بن فهد يعود النصر في رباعية في مرمى التعاون. هنا الهدف الرابع ربحها هو سعود حفود. 4 للنصر، لا شيء التعاون. شوف التسديدة في مكان، اختيار وقرار سليم جدا من اللاعب ايضا. الهدف الرابع لسعود حمود، وهذه توخل وكرة ملعبها وكرة فاصلة في مرمى التعاون. الكرة واصلة لكن يبغى الفضل يعود لوصول الكرة للزيلعي. شوف تلاعب في لاعبي التعاون، وهنا ايضا ياتي هو سعود حمود يركل الكرة في مكان على يسار حارس المرمى، يركلها في زاوية اليسار في الهدف الخامس في آخر 3 دقائق من الوقت الأصلي. تصبح النتيجة 5 للنصر، لا شيء. التعاون مرة وقت طويل على النصر أن يفوز في 5 في 4.